السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ فرح. اليوم جيتكم بحلوى بسيطة اللي هي الكب كيك البسكويت. هذه الحلوى تجي لذيذة جدا واقتصادية، مقاديرها في متناول الجميع، وتانيك تحضر في 5 دقائق وبدون فرن. شوفوا كيفاش تجي من الداخل، تجي طرية من الداخل وفيها الكاناج تانيك يجي طري. جوزوا معايا الآن المقادير. عندنا 2 كوب نتاع الحليب ما يعادل 420 مليلتر، 3 ملاعق كبيرة نتاع الكاكاو ما يعادل 25 غرام، 60 غرام تاع مارغرين أو زبدة، 5 ملاعق كبيرة تاع السكر ولا 90 غرام تاع سكر، وعندنا تانيك 260 حتى 270 غرام تاع بسكويت، يعني أي بسكويت يكون عندك، ومن أفضل يكون من نوع جيد، يكون عنده بنة جيدة. بالنسبة للكناج عندنا شوكولاتة 200 غرام، أي شوكولاتة سوداء تكون عندك، نص كوب تاع حليب ما يعادل 105 مليلتر، عندنا ملعقة كبيرة تاع زيت من نوع جيد، في الأخير عندنا السيليكون تاع الكب كيك. والآن جوزوا معايا لطريقة التحضير. في كاسرول نحطو السكر ونضيفو الكاكاو، نخلطوهم هادو مع بعض. دوكا نضيفو لهم الحليب كما قلت لكم، 2 كوب تاع الحليب يكون بارد، ونخلطوهم حتى يذوب كامل الكاكاو والسكر. والآن نضيفو لهم الزبدة ولا المارغرين، نخلطوهم شوية وندوهم للنار. نديروهم على النار تكون متوسطة، ونخلطوهم مرة على مرة حتى تذوب كامل هذيك الزبدة. ولما يبدا يغلي بداي تحسبيلو دقيقة حتى 2 دقائق ومن بعد نزعيه من النار. الآن نضعوه في إناء يكون كبير ونكسرو عليه البسكويت. أنا درت هذا البسكويت، هنا تخلي 2 باكيات ونص. هذا البسكويت المعروف هنا في الجزائر، وتقدري تستعملي أي بسكويت يكون عندك في البيت. ونخلطو بملعقة ورانا نضيفوه في البسكويت. كما راكم تلاحظوا حتى نتحصلوا على هذا القوام، يعني ما تجي ناشفه بزاف وما تجي طريه بزاف. دوكا نفرغوا هذا الخليط في الكب كيك، نعمروه مليح. وهذا اللي قعد لي، هذا تقدري تعطيه الاطفال تاوعك. نغلفوها بالورق الفين ونضغطوا بالايدي باش تاخذ الشكل تاع الكب كيك. ودوكا ناخذ الموس وننزعو كامل هذاك الزائد كما راكم تلاحظوا، وننزعو كامل هذاك الزائد بهذه الطريقه. كما راكم تلاحظوا هذا البسكويت ساهل بزاف ويحضر في دقائق. دوكا ناخدو ورق تاع الطبخ وننزعو كامل هذاك الزائد، والان ندوها للثلاجة مدة ساعتين حتى تنشف مليح. دركا نديرو الكاناش في كاسرول، نحطو هذيك نص كاس تاع الحليب، ولما يبدا يغلي نحطو الشوكولاته تاعنا ونخلوها حتى تذوب كامل وراكم تشوفوا. دوكا نضيفو لها هذيك الملعقه تاع الزيت، ولازم تكون على نار قليله جدا، ونخلطو حتى تذوب كامل هذوك الشوكولاته ما يبقاوش كامل دوك الحبيبات، ومن بعد نزعوها من النار.
ومن بعد ما نحيت الكب كيك من السيليكون دوكا نفرغ عليه الشوكولاتة تاعي. ونزينو على ذوقي. انا استعملت هادو لي سيكار يجو طوال. كل حبة قسمتها على 3، وهادو قسمتهم قطع صغيرة. هادو لي سيكار تلقاوهم في محلات تاع الحلويات. زيتهم بهادو الحبيبات. كاين اللي يجو على اللون ابيض، كاين وردي، كاين ازرق، كاين شوكولاته، ومسحتهم بالناكخي. وهادو الحبيبات تلقاهم تانيك عند محلات الحلويات. وانا نكمل نزينهم ونوريهم لكم في طبق تقديم. حلوة الكب كيك البسكويت راهي وجدة، شوفوا كيفاش تجي. جات رائعة ولذيذة جدا، ان شاء الله تعجبكم. شوفوا كيفاش تجي من الداخل، تجي طرية جدا ولذيذة. وش نقولكم، هايلة هذه الحلوى، ان شاء الله تجربوها. لا عجبتكم ما تنسوش تخلونا اعجاب كالعادة، وتضغطوا على الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يصلكم كل جديد. ونرحب بكل تعليقاتكم. نتلاقى في فيديو القادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.